السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة انا قررت اعمل لكم حلقة مختلفة جدا. الحقيقة بعد رمضان وانا غبت عنكم فترة طويلة، انا لقيت كل الضيوف مشغولين، كلهم بيستعدوا لمعركة بعد العيد، ومحدش فيهم كان فاضي ان هو يجي ويسجل معايا. ده غير ان الاستوديوهات كمان كانت قافلة الفترة اللي فاتت. فانا قررت ان انا ارجع لكم بحلقة مختلفة جدا مع صديقي الصدوق اللي عمره ما خذلني، عمره ما طلب مني فلوس، متاح 24 ساعة. رحبوا معايا النهاردة بصديقنا كلنا اللي عمره ما رفض لنا طلب، شات جي بي تي. النهاردة هنعمل حلقة مميزة جدا وتكون أول بودكاست مع الذكاء الاصطناعي. رحبوا معايا بتشات جي بي تي. ازيك يا تشات جي بي تي، عامل ايه؟ أهلا وسهلا، أنا هنا علشان أساعدك في أي حاجة تحتاجها. ممكن أجاوب على أسئلتك، أديك نصائح في محتوى السوشيال ميديا، أو حتى أساعدك في التخطيط لحلقات البودكاست بتاعتك. إيه اللي تحتاجه النهاردة؟ النهاردة أنا مزنوقة فيك، أنت النهاردة هتكون الضيف بتاعي، مستعد؟ طبعا مستعد، أنا متشوق أسمع الحلقة وأشارك معاك. يلا نبدأ. عن إيه هنتكلم النهاردة؟ مبدئيا كده أنا مش عاجبني اسمك كتشات جي بي تي، تمام؟ احنا أكيد عايزين اسم كده كاتشي عشان الناس تقدر تتفرج على الحلقة. أنا هسميك زكي شات، إيه رأيك؟ زكي شات، اسم رائع ومميز. أنا جاهز أسمع منك وأكون ضيف مميز في الحلقة. يلا نبدأ. عن إيه هنتكلم النهاردة؟ انت عارف ان في البودكاست بتاعنا احنا بنتكلم عن بعد النهاية، واسمحني اسألك، انت ايه رأيك في الكونسبت ده؟ هل بعد النهاية بتيجي بداية؟ مفهوم بعد النهاية فعلا مثير للاهتمام. أعتقد إن كل نهاية بتفتح باب لبداية جديدة، حتى لو كانت النهاية صعبة أو غير متوقعة. دايما في فرصة لبدء شيء جديد أو لفهم أفضل للحياة. في بعض الأحيان النهايات بتكون دافع لتحقيق نمو شخصي وتطور. أنت شايف إزاي الموضوع ده؟ انا الحقيقة شايفة ان بعد النهاية مش بتيجي بداية، بعد النهاية بتكون في مرحلة، المرحلة دي مرحلة مهمة جدا علشان اقدر ابدأ بداية سليمة. انت ايه رأيك في الكلام ده؟ فهمك للموضوع عميق جدا. فعلا في كتير من الأحيان بعد كل نهاية بتكون فرصة لمرحلة تأمل وإعادة تقييم. المرحلة دي بتساعدنا نحدد إيه اللي نحتاج نغيره أو نتعلمه علشان نقدر نبدأ من جديد بطريقة أفضل. في النهاية كل مرحلة بنمر بيها بتساهم في بناء شخصيتنا وتجاربنا. شكرا على مشاركتك للفكرة دي، فعلا مهم نفكر فيها. طب انا عايزة اسألك سؤال، ايه هي اصعب شعور انساني ممكن الانسان يحس بيه؟ الشعور بالألم أو الحزن العميق يمكن يكون صعب جدا على الإنسان. كل شخص بيمر بتجارب وصعوبات في حياته، والمشاعر دي بتختلف من شخص للتاني. الأهم هو إن الشخص يلاقي الدعم ويتكلم عن مشاعره. لو في حاجة معينة حابب تتكلم عنها أو تحتاج نصيحة، أنا هنا علشان أساعدك. عايز اسألك سؤال يا تشات جي بي تي، الواحد لما بيكون في مرحلة ما بعد النهاية، ايه اكتر دعم ممكن يكون محتاجه؟ لما الواحد بيمر بمرحلة ما بعد النهاية، الدعم النفسي والعاطفي بيكون مهم جدا. الشخص ممكن يحتاج: 1. الدعم من الأصدقاء والعائلة، وجود الأشخاص المقربين بيساعد في تقديم الدعم العاطفي. 2. التحدث مع مختص نفسي، أحيانا الاستعانة بأخصائي نفسي بتكون مفيدة لفهم المشاعر والتعامل معها. انت عارف دلوقتي قال دكتور نفسي بقى الفيزيتا بتاعته بقت بكام؟ دكاترة النفسيين وصل أسعارهم ل 500 و700 و800. أنا لو معايا الفلوس دي يا تشات جي بي تي أكيد كنت هبقى سعيدة. ولا أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ فعلا التكلفة العلاج النفسية ممكن تكون تحدي كبير لكثير من الأشخاص. في الوقت ده في بعض الخيارات اللي ممكن تساعد. 1. الدعم من الأصدقاء والعائلة. الموضوع مش سهل على الإطلاق. في أوقات زي دي الدعم من الأصدقاء والعائلة ممكن يكون مهم جدا. كمان في بعض المنظمات والجمعيات اللي بتقدم خدمات دعم نفسي بأسعار مناسبة أو حتى مجانية. لو حابب تستكشف موارد دعم نفسي بأسعار مناسبة، ممكن تلاقي: 1. العيادات النفسية المجتمعية، بعض الأماكن بتقدم جلسات بأسعار مخفضة. 2. الخطوط الساخنة والدعم عبر الإنترنت، في خدمات دعم نفسي عبر الهاتف أو الإنترنت بتكون متاحة مجانا أو بتكلفة بسيطة. طب أنا عايز أسألك سؤال، دلوقتي لو إحنا اعتبرنا إن حياتنا دي مشروع، إزاي نقدر نخطط لمشروعنا عشان يكون مشروع ناجح؟ اكتب لنا كده خطة. طبعا لو بنعتبر الحياة مشروع، في خطوات ممكن تساعدك تخطط ليه بشكل ناجح. 1. تحديد الهدف، اعرف إيه اللي عايز تحققه في حياتك، حدد أهداف واضحة وقابلة للقياس. 2. وضع خطة، قسم الأهداف الكبيرة لمهام صغيرة وخطوات عملية. 3. تحديد الموارد، اعرف إيه اللي تحتاجه لتحقيق أهدافك، سواء كان وقت، مال، مهارات أو دعم من الآخرين. 4. تنفيذ ومتابعة، ابدأ في تنفيذ الخطة وخلي عندك متابعة دورية لتقييم التقدم.
5. التكيف والتعديل. كن مرن واستعد تعديل الخطط حسب الظروف والمتغيرات. طب انا ازاي اكون كل مرنه مرحلة في الحياة. ازاي ممكن اكون مرنه على وانا بعمل الخطه بتاعت حياتي؟ علشان تكون مرن وانت بتخطط لحياتك جرب الحاجات دي. 1. المرونة في الأهداف. حط أهداف واقعية لكن خلي في بالك إنك ممكن تحتاج تعدلها حسب الظروف. 2. التقبل للتغيير. افتح ذهنك للتغييرات والتحديات الجديدة وفكر في حلول بديلة لو الأمور ما مشيتش زي ما خططت. 3. التعلم من التجارب. كل تجربة سواء كانت ناجحة أو صعبة بتعلمك حاجة جديدة. استخدم الدروس دي لتحسين خططك. 4. التوازن بين المرونة والتخطيط. خلي عندك خطة واضحة. شكرا يا تشات جي بي تي. يعني هو الحقيقة الذكاء الاصطناعي بيدينا دايما فرص وحلول، بس عمره ما هيقدر ان هو يستبدل الضيوف الحقيقيين. فهي كانت تجربة انا مبسوطة اني جربتها، بس ان شاء الله اوعدكم ان الحلقة الجاية هيكون معايا ضيف مميز جدا، فتابعوني.